وبركاته. النهارده الحلقة مع مرائي إيطاليا إن شاء الله. عجبكم الحلقة اللي فاتت كنت بتكلم عن غزو مشي الإيطالي الحبشة وغزو قوات المحور اللي هي إيطاليا وألمانيا ويوغوسلافيا، وشوفنا لمحة سريعة عن غزو ليبيا، وشوفنا المجازر والمذابح والفظائع والبشاعات اللي عملتها في هذا الغزو، وتعرفنا على نجوم الرعب اللي نشروا الدمار ومارشال بياترو باديليو ومارشال أدولفو غالتسياني وماريو رواتا وألساندرو بلوري وأمبريزيو وكورتيزي وغيرهم من ما يقرب من 1283 مجرم حرب إيطالي ما سمعناش عنهم ولا حد سمع إن هم اتحاكموا ولا قدموا للمحاكمة، في الوقت إن سمعنا عن محاكمة جيرنبرج واللي قال على هيملر وجيفين وجورين، ولكن محدش سمع عن مجرم إيطالي واحد اتقدم له محاكمة. طبعا طول الوقت مطالبات من حبشة ويوغوسلافيا وليبيا لتنظيم هؤلاء المجرمين. الحرب العالمية الثانية انتهت سنة 1946 وعادت المطالبات من حكومات الحبشة ويوغوسلافيا ليبيا إلى حكومات لتسليم 1283 مجرم حرب إيطالي أسوة لحكومة الألمان. وكان الرد الدبلوماسي بالتسييف، استنوا علينا هنبعث الموضوع في دراسة الوثائق، لسه لآخر شهر مشاهد فضح نتيجة الحلفاء لطمس الحقائق وتستر على المجرمين. ومر 40 سنة وبعد كده بالصدفة وقعت الملفات الكاملة في يد المؤرخ الأمريكي ميشيل كولومبو، كان بيعمل دراسة عن الحرب العالمية الثانية، ووقعت الملفات كاملة ولم يصدق ما يقرأ. يقول لك إن أمريكا كانت كل عارفة عدد القتلى وكل حاجة والمذابح والأرقام والقيادات والصور والمستندات وكل كان علم تام بكل شيء، ولازم كده طمسوا الحقائق وسكتوا عاملين متعمدين وكل هذا لمدة 40 سنة قبل كده. وجرى المسلمين كريستيان وطبعا اللي عملوه هؤلاء المجرمين غزولي وغراتسياني ورواتا وأرسندو بلوري وغيرهم ودار الزمان دولته وسقط متمثلين سنة 1943 وعدموا رأمهم برصاص وعدموا الرجلين وعدموا عشيرته كمان ومسيئة موسوليني، ورجع مانويل إلى غازوليو بصفته أقوى شخص موجود ووعده على رأس الوزارة وإنه هيستمر، وعده إنه هيستمر في خوض الانتخابات القادمة والحرب مع الألمان ضد الحلفاء. وكان تشرشل ابتدت اتصالات سرية وعرض تشرشل على باديليو يعني فرصة العمر، عرض عليه إنه يتخلى عن هتلر ويأخذ يد الحلفاء في مقابل
أن يرمز الحلفاء عنهم عن سجل جرائم، وعملوك حليف شريف نظيف ويقفل الملف الأسود، وطبعا بعين ذهبية وجدوليو وعقل الكهازي لقط الفكرة والفرصة وقال لك ماشي، ووافق على هذا الخيان اللي هو يتخلى عن الألمان ويدمر هذا. الألمان شعروا بالخيانة دي، فمش مصدقة بقى الجيش الألماني أسرع بسرعة اختراق الحدود الإيطالية ودقوها وصاروها في أيام، في الوقت اللي بدأ قوات الحلفاء في باليرمو في الجنوب، وأوضحوا إيطاليا بين فكين قماشة في سندوتش بين قوات الحلفاء من ناحية قوات هتلر من الناحية الثانية، بالإضافة إلى حرب أهلية بين سرازم الفاشية والفاشية الناس ضد المسيح. وكان الوضع طبعا عصيب جدا، وجدوليو وملك عوين هربوا للجنوب وإلى الأمريكان والإنجليز، متصور إن الحلفاء مش هيحتاجوا ولا شهر ولا 2 ولا 3 على قوات هتلر، أو خلاص يخلصوا عليهم في إيطاليا، لأن طبعا كل إيطاليا كله والسور الإيطالي كله اتحول، لكن كانوا واهمين. في اللقاء الأول جوات هتلر ومعركة موت كاسيتينو كانت النتيجة مخيبة للأمال، المعركة كانت رهيبة، والألمان كبدوا الحلفاء 30,000 قتيل ومعركة واحدة، وصلنا الحكاية مستهلة وخلصوا شهرين نحتاج إلى 2 الحرب العالمية الشرطة. في أثناء هذا الحرب أو الوقت في 6 كامل في إيطاليا، المجتمع الإيطالي نفس الشديد شخص دموي كان يقدر يمسك قبض الجمهور، كان لازم حد يتصور، ما كانش حد في جدوليو، فساعتها جدوليو هو اللي مسك عشان يمسك كل الحاجة، يعني ايه يداروا كل القرار بتاعته بحيث ان هو يمسك منصب. فعرف جدوليو بالموضوع ده اللي هو الحجر بقى، وعمل نفسه هو بقى بطل، وبقى لما لحق عليه يعمل مؤتمر صحفي بجح بقى ماريو رواطة السفاح الثاني امبريزيو أعضاء جوزس من النظام بتاعه، وتحاول نظام السفاحين من يمسكوا ماريو رواطة ومارشال ستيتو، وكان ساعتها بيحارب مع قوات اليوغوسلافية مع صف الحلفاء. مش ممكن طبعا انضم ماريو رواطة، ده سفاح قاتل أكثر من 700,000 قتيل في الحبشة، وما ينفعش، لا ما ينفعش، لازم حد يشوف حد غيره. قتل 500,000 وما ذبحوا المجازر اللي عملها. لا أنا كده ما أمشي، أنا هخلع عيدي من الموضوع ده وهمشي والحرب لوحده. اللي حصل عشان يردوه الحلفاء ضغطوا على بدوليو اللي هو غصب عليك كده وامشي بكرامتك، بس برضه مش هتتحاكم أو تتحاسب، وهتبقى أي حد يجيلك يعني هنمنعه عنه، محدش مسه ولا اعتقلوه، وفعلا اتوعدوا ليهم وفعلا نفذوا الوعد وخرجوا منظمين مظبطين. استمرت الحرب سنة 1940 ضغط الحلفاء في روما واستفادوا جاديليو بالإنذار الإيطالية بالاستنكار والبيض المنشش وبالحجارة والطوب. يعني طبعا غير مقبول ان وزارة الفاشية كلها مسافرحين ومؤلفة وإتلافيات ومستقلين ومنظمين ومشتركين عشان يخش عليهم موسوليني، ومن أتباع موسوليني الراجل الأول السفاح الأول ومدوريني
مستقيل لكن يسوس يحافظ على وعده إنه يحميه ويوفي نفسه ضد المشيئة والماشيين، وغاز حدث مع الشرعية والحزب الشيوعي الإيطالي 4000 نفر زائد إنه ضخم 2 مليون نفر شيوعي. وكده إن شاء الله الجزء الأول من برامج إيطاليا ومع دكتور إسماعيل إن شاء الله. أول حاجة الكلام ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.